ما تخيلوش معايا هاد البريوش شحال كيجيو خفاف بحال القطن، كيجيو فنين ساهلين، كيوجدوا دغيا دغيا، ما كياخدوش وقت كتير، والاهم من هادشي كامل ما كيتطلبوش شي مقادير كتيره، يعني كلشي غتلقاه عندك في الكوزينه وغادي تحضري هاد البريوش. اجي معايا تشوفي. غادي ناخدو واحد البول، غنديرو فيه كاس لاروب ديال الماء اللي يكون دافي، الماء يعني دافي. هنا غنزيدو نص كاس ديال سنيده ما يعادل 3 المعالق كبار، وغادي نزيدو الخميره معلقه كبيره، انا درت انا الخميره الفوريه، وغادي نزيدو كيس ديال السكر الفاني، وانتم نسمو باللي بغيتو. وهنا زدت ربع كاس ديال الزيت نباتيه، وغادي نزيدو كاس ديال الحليب اللي تا هو خصو يكون دافي، حبه ديال البيض، بيضه كامله، وغادي نديرو مليحه. بالنسبه للبيض يكون بدرجه حراره المطبخ، ما يكونش في الثلاجه، باش هكا العجينه ما تبردش ليكم هكا. يعني بما انه الجو بارد، العجينه ديال البريوش راه ما كتبغيش تطلع دغيا، داكشي علاش خصنا المقادير كامله تكون دافيه بدرجه حراره المطبخ. صافي، وبديت كنضيف في الدقيق. بالنسبه للدقيق، هي الوصفه كتطلب 500 غرام ديال الدقيق، درت انا 2 زلايف من هاد الزلافات، عبرت 2. كل زلافه انا عندي هنا كتوزن 250 غرام. انا عندي الدقيق هنايا رطب، يعني اضطريت نزيد كاس ديال الدقيق، لان لقيت العجينه مازال خفيفه بزاف وكتلصق لي في يدي، وزدت كاس ديال الدقيق. صافي، ومن بعد ما جمعت العجينه غادي نزيد عليها في الاخير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي كتعطي البريوش واحد الخفه زوينه، وكتخليه كيبقى لنا رطب لمده اطول. غادي ندخلوها في هاد العجينه مزيان، واخا تبان لكم العجينه هكا كتلصق لكم في يديكم، راه من بعد ما غتدخلوا فيها الزبده مزيان غادي تجمع. صافي، غادي نجمعوا العجينه جيدا، وغادي نغطي عليها ونخليها حتى كتختمر ويضاعف الحجم ديالها. الا جاتكم العجينه بارده وما بغاتش تختمر لكم بسرعه، دفيو الفران غير واحد شويه وطفيوه، ودخلوا هكا العجينه وسط الفران وهي غادي تطلع لكم دغيا دغيا. صافي، هنا العجينه بعد ما اختمرات غادي ندوزو نشكلوها. هانتوما راها انا عندي هنا ضاعف الحجم ديالها. غادي ناخذوا العجينه وغادي نقسموها على 2. هانتوما الطريقه راه غتكون واضحه. قسمت العجينه على 2، وكل كره غادي نقسمها على 3 بحال هكا. صافي، وغادي نشكلوا الكرات ديالنا كاملين، غادي نحربلوهم، غادي نكركبوهم هكا كرات. صافي، وغادي نخليهم واحد شويه كيرتاحوا يطلقوا راسهم غير واحد شويه باش نشكلهم كيف ما بغيت يكونوا طالقين راسهم. هنا خليتهم تقريبا واحد 10 دقائق طلقوا راسهم باش ما تقطعش لكم العجينه، تكون مطلوقه العجينه معكم وما تعذبكمش. غادي نحربلوهم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذوا 3 ديال الكرات حربناهم بهذه الطريقه، وغادي نشكلوهم البريوش بالطريقه اللي غادي تشوفوا دابا. هنا غنديروا الضفيره، كناخذوا 2 كنديروا بحال عمليه فيك، يعني نخلفوهم ومن بعد كناخذوا واحد كنديروه هكا في الوسط. صافي، وكنبقاو نضفروا. الضفيره راه ساهله وراه معروفه. صافي، وكنلاقيو لهم دوك الريوس ديالهم، دوك الاطراف لاقيوهم جيدا مزيان هكا، لاقيوهم. هانتوما شوفوا العجينه ما شاء الله، عجينه ناجحه وطالقه الفقاعات، تيجي الصراحه بريوش خفيف وكيجي ناجح. غير جربوا هاد الطريقه على حسابي، غادي ينجح لكم البريوش ديالكم. غادي نشكل الثانيه بنفس الطريقه بحال هكا. صافي، وغادي نديرو البريوش في الطاوه، وغادي نغطي عليه وغادي نخليه حتى كيخمر. هو في هذه المرحله راه كيخمر دغيا دغيا، تقريبا 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه كيكون خمر، كيطلع في هذه المرحله دغيا دغيا. صافي، غادي نخليوه يخمر ونرجع معاكم.
صافي هنا من بعد ما خمر البريوش هانتوما راه ضاعف الحجم ديالو. هنا راني مشعله الفران كيسخن، هذه اول حاجه. عاد غادي غندهنو بصفر بيضه مع شويه ديال الحليب. صافي هادشي اللي درت، وغادي ندهنو جيدا. حاولوا دهنوه جيدا مزيان، دهنوا له دوك الجناب ديالو، دوك الريوس ديالو، باش يجيكم كامل واخد لكم لون موحد، يجيكم محمر. يعني ضروري البيض يكون دايز عليه كامل باش يجيكم هكا محمر. من بعد زينته باللوز افيلي بحال هكا في الوجه ديالو. هكا غادي ندير له اللوز صافي. وغادي دير البريوش ديالي كيطيب في الفران، غنشعلو غير من التحت، غيطيب على خاطرو حتى كيطيب ويطلع. عاد كنهبطو كيتحمر من الوجه ديالو. الطياب ديالو مهم يطيب على خاطرو باش كيتحمر لينا وكياخذ لينا اللون ديالو محمر وزوين. هنا البريوش انا خرجته من الفران، هانتوما راه هنا كان باقي سخون، وصورته معكم لاني خصني نوريكم النتيجه ديالو كيفاش جا. هنا كان باقي سخون بزاف، داكشي علاش ما قدرتش نقطعه معكم، كان باقي سخون بزاف. ولكن النتيجه راه كتجي رائعه، كيجي واحد البريوش خفيف بحال القطن. جربيه على حسابي، كيجي رائع. هنا سخنت شويه ديال العسل وغادي ندهنلو الوجه ديالو، غير باش كنعطيوه ديك اللمعه كتجي زوينه في الوجه ديالو. وكتواتى بزاف مع داك اللوز افيلي، داك العسل مع داك اللوز كيعطيو واحد المذاق زوين وانتي كتاكليه. صافي غادي ندهنو كامل نزينوه وكنقدموه بالصحه والراحه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، جربوه على حسابي، عطيتكم مقادير مضبوطه، ما زدت عليكم ما نقصت عليكم، غير جربوه وردوا عليا، قولوها لي في تعليق، قولوا لي كيف جاكم. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، ما تنساونيش من البارطاج باش هكا الفيديو كيوصل لاكبر عدد من المشاهده. شكرا لكم على المتابعه، بسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.